عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس، إن شاء الله تكونوا في خير وفي نعمة وفي صحة جيدة. رجعت لكم في روتين جديد، بلوتو وصفة جديدة. بما أنه كنا احنا فصلنا ما بين القناة متاع الروتينات وما بين القناة متاع الوصفات هذيا ومتاع الريسيت، اللي يحب حاجة يشوفها بالديتاي، خاصة اللي مبتدئات اللي تحب تتعلم حاجة على قاعدة وتحب تاخد تفاصيل الكل. دونك قلت نهبط لكم الوصفة اليوم اللي هو كسكسي بالفول. بالطبيعة تعرفوا اللي توا وقت الفول ووقت البصل. قلت خليني ننوع به برشا وصفات هكاك نستفيدوا الناس الكل، وخاصة اللي يستعمل الفول كان في مدمس ولا حاجة مثلا ولا في جيري ولا محمص هكا هو. قلت نعمل لكم كسكسي بالفول. رميت فيه انا دجاج هنايا، اللي تحب تحط فيه دجاج هكا تحط، واللي تحب تعملوا كان بالفول وبالبصل هكا هو كيف كيف نفس الشيء ما يضرش. خذيت الفول بالطبيعة كما تعرفوا، فصصته غسلته بالقدا بالقدا بالقدا، تفركوا مليح مليح. تشقوا من فوق والا بلوطه كيف كيف نفس الشيء. علاش؟ باش يطيب بالقدا يهبى، ونفس الوقت من بعد كيف باش ترميه في المرقه نتاع الكسكسي ياخذ النكهه. ما حبيتش نرميه ديريكت في الكسكسي خاطر باش ما يزرقش المرقه. وحطيته وحده في الماء، رميت عليه شطر كعبة قارص وحطيته يغلي بالقدا بالقدا، خليه يطيب مليح باش من بعد نولي نلحقوا المرقه نتاع الكسكسي. خذيت هنايا الكسكسي، حطيت فيه شويه ملح، حطيت فيه شويه زيت، بسسته بالقدا بالقدا، ومن بعد حطيت فيه شويه ماء. بالنسبه لهذا راهو كسكسي مش بكويت، كسكسي جيري. وكل واحد وطريقته كيفاش. فما ناس تعوم عليه الماء وبعد تخليه يستقطر ويشرب الماء هذاك. بالنسبه للطريقه نتاعي انا المره هذه ما حبيتش نعوم بالماء برشا برشا، نحبه ياخذ النكهه نتاع المرقه اكثر. وليت حطيت شويه يمكن حكايه كيس نتاع تاي ماء هكاك اكاهو. حطيته هكايا في وسط الماء قلت لكم، وبثبثته بالكدا بالكدا وخليته هذاك يرتاح. وجيت هنا باش نعمل المرقه نتاع الكسكسي. دونك كما قلت لكم، اللي يحب يحط دجاج يحط، اللي ما يحبش باش يخليه هكاك صافي، يعني جوست بصل وفول اكاهو. حطيت الفلفل الهوليني قليته في نفس الزيت. علاش؟ هكا من هي تقليه في الزيت هذاك و ميم طون يخلي النكهه نتاعو هكاك يجي ابن خير برشا برشا ملي تقليه الفلفل وحده وبعد تلحقه. دونك قليت هنا الفلفل باش نحيه من بعد، ونفس الزيت هذاك هو باش نرمي فيه من بعد نعمل فيه التقليه نتاع الكسكسي اللي هي تتمثل. نحط ساعه الراس الاولاني نقطعه ونقليه في الزيت هذاك، ومن بعد عملت روس نتاع بصل صغار. البصل بنين برشا 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 برشا، راهو كي تجيب في الكسكسي هكا خاصة البصل تويكا نحكيه. الربعي هذا مازال اخضر مازال تري يهبى يتجيب بالكدا بالكدا حلو بنين بنين بنين، يعني على الاخر على الاخر. ديجا هو راهو ابار الكسكسي هذايا يعني اللي فيه البصل وفيه الفول. عندنا في تقاليدنا زاد كيف كيف نوع اخر نتاع كسكسي. فما كسكسي يقولوا له كسكسي بالبصل اكاهو كيف كيف زاد بنين على الاخر، ونوع اخر ان شاء الله كان سهل ربي نعملوها المره الجايه. كما قلت لكم حطيت البصل هنا يتقلى، زدت مغرفتين طماطم. الكونتيتي ماهيش كبيره برشا، والمرقه تاع الكسكسي راهي ما تجيش خفيفه كي تبدا ميها هكايا جيريه، وما تجيش زاده اكلي مطمطمه برشا برشا، يعني كسكسي هو ماهوش مقارونه. دونك هاكا زوز مغرفات هكاكا يكفي فيه البركه، مش كلي كبار برشا ومش اللي مليانين برشا برشا زاده. حسيلو نقلي هونيا الطماطم مع البصل بالطبيعه، ومن بعد باش نزيد نحط لفاحات. بالنسبه لي انا راني فلفل الاكحل مقاطعته ما نحطوش، اللي يحب يحط فلفل الاكحل ويبنن هو لا محاله، اما انا يعني نحيته بصراحه كلي ايفيتي. خاطر يقلقني في الواحد يقلقني في معدتي بليتو، وايفيتي الفلفل الاكحل. ماني قلت لكم ماشيه في المسار نتاع واحد يحاول ياكل شويه هكايا صحي، يبدا ينظم بشويه بشويه. دونك حطيت ملح، حطيت كرويه، حطيت الكركم. ومن بعد باش نحط فلفل الاحمر. الفلفل الاحمر بالنسبه لي اللي ما ياكلش الحر ينجم يحط فلفل احمر حلو، واللي ياكل الحر هكا يحط على روحه. هذيك نسبه الفلفل الاكحل الواحد. الفلفل الاحمر تعتمد على الاذواق، كل واحد وكيفاش يحب نكهه الماكله نتاعو. فما اللي ما يحبش الحار، فما اللي يحب الحار هكاك تعتمد. هذيك ترجع لكم لي كومنتو. هكا قليت هونيا في ساعه شويه هكايا، وباش نمرق بالماء باش الفاح ما يتحرقش. حسيلو نخلطوا هذاك مليح مليح. وتوا باش نزيد البصل، مش البصل اللي قليت فيه المره الاولى، هذوما الروز نتاع البصل اللي قلت لكم باش نرميهم باش ينكهوا الكسكسي، وبعد باش نعديو بهم زاده. حطيت يظل تافه 4 روس هكاك نتاع بصل صغير هذاك، تشقوا هكايا شويه في الوسط هكايا.
وترميه. بعد ما نكمل نقلي هذوكم، انا تويكا في ليتاب هذيا باش نلحق الواحد، باش نلحق الدجاج. بالنسبه اللي مش باش يحط الدجاج، باش يخليه هكاكا يعني صافي جوست بصل وفول هكا، كمل تقلي كيف ما هكايا وتمرق تحط الماء. بون هو شنو هذا باش ياخذ شويه وقت، جوست لو طون اللي تجيب الدجاج كي يبدا ما فماش الدجاج، يعني جوست كان باش تقلي البصل هكا دوما ما ياخذ غلوه البصل هكا يجيب شويه، خاطر هذا ما ياخذش برشا وقت ديجا تري كما قلت لكم راهو يجيب في ساعه في ساعه. نتفقد الفول نلقاه سي ديجا طاب، نصفيه انا الفول ونكمل نلحقوا لهنا للمرقه، وبعد نحط عليهم الكسكسي باش يفور. هنا هاني زدت الدجاج مرقت، متعبيوش برشا زاد ماكل، تبقى تغلي 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 هكا جوست ما تغطي شويه هكايا يتغطى الدجاج هكا. بالطبيعه عملت مع الكسكسي سليطه. عندي الكرنب الاحمر هذايا، باش نحط كرنب احمر وشويه بصل، طماطم، وشويه فلفل، خاطر الفلفل حار برشا 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 برشا، جوست هكايا باش يبدل المطعم هكايا وينكه هكايا كي يبدا مع سلطه يعطيها جو بنين على الاخر. قصيتها جويده لهنا هكايا، تعرفوا توا جاي السيش تسخن الدنيا باش يكثروا السلايط هذوما، خاصه فلفل وطماطم وبصل، اعز ما تاكل في السلايط الحقيقه بنينه على الاخر على الاخر. من بعد التفويح انت وشنو تحب، هي القاعده شنو اللي فيها زيت وقارص وملح وفلفل اكحل. بون نحي الفلفل الاكحل بالنسبه لي انا هذاك ايفيتي. دونك حطيت بعد ما قطعتها هنا جويد هكا كما تراو، باش نزيدها الزيت عصره قارص، وشويه ملح وكها. اللي يحب يحط لها طن ينجم يحط لها طن، ينكهها زاد تجيب بنينه على الاخر، وكل واحد وذوقه. نرجعوا هنا للدجاج نلقاه ديجا طاب صايي بالكدا، الواحد البصل زاد هباء، الفول نلقاه هباء بالكدا، صفيته من الماء نتاعو هذاك، عملت له هكا جوست انا تشليله شويه هكايا، باش نحمل له الرغاوي وكل واحد، ونلقاه طايب زبده من هنا باش نخلطوا توا نحطوا مع المرقه نتاع الكسكسي ونخليهم يتجانسوا ياخذوا النكهه بالكدا بالكدا. نرجعوا هنا توا للكسكسي، ما كي قلت لكم ما حطيتش فيه برشا ماء، يعني شويه بركه هاكا ديجا كلي تحسوا كلي مازال شايح شويه، جوست فرقته هكا كل كعبه وحدها، وباش نحطوا باش نحطوا في الكسكسي يفور فوق المرقه نتاعو. ما تنساوش البنات كالعادة نوصيكم تعملوا لي جيم، تعملوا كومنتير، بارتاجيو الفيديو، خاصة للمبتدئات اللي تحب تتعلم، ولا البنات الصغار توا جاي الساعة كان عشنا باش تصون الدنيا جاي الصيف، نقولوا في وسط العام فما قرايه واحد ويبدا كلي يلهين بقرايتهم وبامورهم كل شيء، ما فيها باس تويكا كانت تدخل يعني البنيه مع مامتها تدخل الكوشينه كل مره هكايا هكا على عينك، تمد جدها في حاجه تتعلم مره اثنين ثلاثه لين تتعلمها الحاجه. برشا ناس خاطر مازالوا الكسكسي راهو كلي مالغري يعني اكلتنا هذيا التونسيه وكل شيء، اما كمان فما ناس مازالت ما تجيبوش الكسكسي بالكدا بالكدا، يجيها مطمطم، يجي فيه برشا مرق هكايا، يجي نقص شيء. المهم الحكايه كلها راهي حكايه واحد يعرف كيفاش يضبط المقادير، وبشويه بشويه تبدا باللي كونتيتي صغار، ومن بعد كي تاخذ القاعده والباز تتعلم. الكسكسي راهو الباز نتاعو بليز او موان يشبه شويه للمقارونه، يحب شويه بزيت زيت، ما تعملوش يشيح باش من بعد وقت اللي تجي تسقي تلقى باش تفرك الكسكسي ما يبداش يشيح ناقص الزيت، يبدا هكا يدوم شويه. نفس الشيء للمقارونه زاده. هوني قصيت سلاد دو فروي بالطبيعه، دخلت لكم مع العشاء، حطيت لكم هكا واحد كل مره يعمل نوع نتاع واحد نتاع ديسير، بما انه توا الفريز متوفر، الكيوي متوفر، البنان متوفر، هكا واحد يعمل سليطه تاع غله، ينفع بها روحه ينفع بها صغاره. يعني الغله تعرفوا راهي من السكريات الطبيعيه اللي باهيه برشا، راهي مفيده برشا برشا للبدن الكبار وللصغار للمسنين، يعني حاجه باهيه على الاخر، احسن برشا مليون مره ما كل معلبات وما كل جو كل الحاضرين وكل البكوات وكل الجو هذاك الكل. ديما واحد يحاول يتجنبهم الحكايات هذوما، مادام توا وقت الغله ومتوفره، واحد ينجم تاكلها سلطه هكاك دو فرويت، نجم تاكلها غله يعني كعب برونشي، نجم كيف كيف زاد تعملها جو، فما برشا تجي ديسير تجي في الحلو جاتو، فما برشا استعمالات راهو للغله، مش بالضروري معناها تشريها وتاكلها كيف ما هي كعب هكاك. حسيلو تو كل مره بشويه بشويه، كل مره واحد نهبط لكم هكايا، مره حاجه هكايا ساليه حاره هكايا، مره وصفه، مره ديسير فطور صباح، واحد ينوع شويه
وندخلوا هذا الجين دو في هذا نحاولوا ندخلوه يعني لطاولتنا وكوجينتنا، خاصة نغرموا به الصغار. هوني الكسكي هكا فور بالكدا بالكدا، عملت وقت اللي حطيته باش يفور في الكسكاس والمرق نتاعو، عملت فيه كل حفره صغيره هكايا باش وغطيته باش الباخ يلقى كيفاش يتعدى ويتفور بالكدا بالكدا. توا علاش قلت لكم انا نقصت برشا يعني من استعمال الماء في الكسكسي، سقيته بالمرقه نتاعو بالكدا بالكدا بزيد مرق شويه. حطيت له المرقه هنا يعني نسرع لكم في الفيديو باش ما تقعدوش تستناو ياسر. خليته شرب شويه توا باش نحركه. هكا كيفاش فرك وشرب المرقه نتاعو بالكدا يجي كل كعبه وحدها. يعني نمرقوا المره الاولانيه نفركوا ومن بعد نزيدوا نعاودوا المره الثانيه باش هكاك يزيد يشرب مليح مليح مليح. كهو هكاك يكون كلي مطعمه ابن برشا ملي تشبعوا بالماء ومن بعد تحط له المرقه كلي بدي باش يشرب. هو مش ما يشربش الكسكسي تعرفوا يشرب، اما مش باش يجي نفس الجو كيما يبدا مسقي ديريكت بالمرق نتاعو 100,000 مره ملي تسقيه بالماء. حسيلو هوني هاوش نكمل سيي نسقيه. نحط له فوق منه وكل البصل الفول طرف الدجاج هذا كيف كيف نحطوا فيه بزيت فول، نحطوا فيه بزيت بصل باش تعجيو به تلقاو باش تعجيو الكسكسي. ومن بعد نزينو نحط له الجرينات نتاع الفلفل اللي قريتهم المره الاولى. هكاك يكون الكسكسي بتاعنا حاضر. حاجه بنينه على الاخر، ماهوش صعيب بالكل بالكل بالكل. راهو الكسكسي جوست واحد يعرف كيفاش يعرف الحكارات وذاك هو فهمت. هوني هاني زدته مره اخرى طرف المرق اللي قعد ذايا هكا جاي بالضبط قد المرق قد الكسكسي. حتى كان بيت وبعد حبيت مثلا تعاود تسخنه مره اخرى تنجم تحط ماء مثلا من لوطه وتحط الكسكاس من فوق جست ما يغلي الماء وتحط طريف الكسكسي فوق منه يفور. كي تهبطوا اون ديغي مازال طيب جديد. تو انا تعجبني الطريقه هذيك نتاع التفوير خير ملي تحطوا مثلا تجمروا فيه بوال يشرب هكاك ويزيد يشيح ويبس. بالتفوير تولي ابن وخير ويطرى يزيد يطرى. حسيلو ان شاء الله هتكون واضحه الريسيت ان شاء الله. اللي ما جربتش حتى مره والا تخاف من الكسكسي ولا حاجه تكون الطريقه سهله تكون فهمتها. ما في حتى شيء راهو خاطر ما فماش حاجه اللي باش تاخذ برشا وقت وتقعد تجيب برشا. يعني اكسبسيون حطيت الدجاج سينو حتى بلاش الدجاج يجي بالفول وبالبصل يجي بنين 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 خاطر علاش الخضره مازالت جديده وفرشكه ويعني وقتها تويكا يعطي نكهه بنينه على الاخر على الاخر. عسيلو ان شاء الله تكون واضحه، ان شاء الله عجبتكم الريسيت. ان شاء الله ما تنساوش البنات تعملوا البارتاج وتعملوا ابوني بالنسبه للي شافوا القناه اول مره تعملوا لي جيم وتخليوا لي في تعليقكم اذا كان الوصفه ناجحه عجبتكم شكون جربتها. بالنسبه لي يعني اول مره ولا ما تعرفش ولا كسكسي ما يجيهاش بالكدا. واذا كانت تحبوا فما اقتراحات تحبوا نعملوا وصفه اخرى مادامنا مازلنا في التيم احنا تويكا نتاع الفصل الربيع. نعملوا حاجات بالخضره اللي موجوده تويكا في الوقت هذا ولا بالغله اللي موجوده في الوقت هذا ما فما حتى مشكل. هوني الكسكسي كان حضر. كمان زينته بقرينة الفلفل. فما زيت هذاك كيف كيف اللي قليت فيه زيت الفلفل المره الاولى زاد تكملوا تصبوا فوق الكسكسي خاطر هذاك بنين منكه على الاخر. وكهو ونقدموا الكسكسي نتاعنا ان شاء الله فيه الصحه والشفاء بالشفاء للناس الكل بالشفاء للكلا وبالشفاء اللي باش يجرب ويطيب صحه وفرحه. هون يكون وصلت بكم لاخر الفيديو. ما تنساوش كالعاده البنات البارتاج والكومنتير والجيم المزيان. نقولكم باي باي وفي الامان وبسلامه وشهيه طيبه للناس الكل.